اللقطة الموالية هي ركلة الجزاء المعلنة لفريق مستقبل الرياضي التونسي. فما الزاوية هذه وقفها، كان تسمح السيد لحظة بركة، الزاوية الأخرى كان رزحها هنا، لحظة لو مومون دو كونتاكت. شوفوا هنا على كل حال كان رزح شوية بركة السيد بس تكون الوضعية واضحة باش نشوفوا هذه ساعة وضعية يد لاعب فريق مستقبل جابس هي محلولة مفتوحة، بالتالي وضع غير طبيعي. ثم لو مومون دو كونتاكت اللي هو الأهم، نزيد شوفوا اليد كيف وضع غير طبيعي، تلمس في يده لمس صحيح خفيف، لكن في اليد ما فماش لمس خفيف ولا لمس قوي، فما لمس غير مسار الكرة واتجاهها، وبالتالي قرار سليم من الحكم في هذه اللقطة، ضربة جزاء صحيحة للترجي الرياضي التونسي. علاش تعاودت تشاطت ضربة جزاء؟ علاش تعاودت تشاطت هنا مهم جدا الحقيقة، يعني سيف نقول له رسالة يعني مطلوب عليه التركيز والتريث والهدوء. ركلة الجزاء الثانية للترجي الرياضي التونسي هنا الحقيقة لقطة مهمة جدا مالك، علاش؟ لأنه أولا تمركز جيد من الحكم، اثنين كونتاكت فيزويل بينه وبين الحكم المساعد، يعني فما تعاون جيد. فما الصورة الثانية هي اللي بتبين لنا بوضوح وضعية اليد غير طبيعية ولمس طبعا الكرة في اليد، وبالتالي قرار سليم. نشوف هنا الوصف يستحسن عدم أهاية هذايا، شوف اللقطة طبعا هنا واضحة جدا اليد يعني في وضع غير طبيعي، توصيف سليم الحقيقة من سيف، ومكان متمركز جيد مع كوميونيكاسيون جيدة واضحة جدا مع الحكم المساعد الثاني اللي كان مسيطر سيطرة كاملة على العملية، أعطتنا القرار الجيد هنا الحقيقة، قرار جيد وقرار مثالي من طاقم التحكيم، وبالتالي ركلة جزاء صحيحة. كيف